بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق نادي الاتحاد السكندري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهارده الخميس إن شاء الله، وبكرة فريق الاتحاد السكندري هيلعب مباراة هامة جدا مع نادي المقاولون العرب. النهارده طلعتنا صفحات نادي الاتحاد السكندري ببوست جميل جدا وصورة جرافيك جميلة قوي. افريقيا اتحاد ما راحش افريقيا من 2005، وكان في السبعينات بردك لما لعب في أبطال الكؤوس. نداء بيطلبوه الجماهير من نادي الاتحاد في الظروف اللي فيها الفريق دلوقتي. يمكن أنا كنت اتكلمت مع مباراة الاتحاد والحرس وقلت الاتحاد يفوز على الحرس، وزوران يحاول تعديل أهداف فريق الاتحاد. يعني إيه تعديل أهداف الفريق؟ نادي الاتحاد بقالنا كذا سنين، يا رب يقعد في ال 15 ل 14. السنه دي ما شاء الله الفرقه ماشيه كويس، بتكسب، عامله 8 فوز ما عملتهمش قبل كده في دور اول. الفريق حاليا في المركز السادس، وبينه وبين الخامس والرابع نقطتين، يعني حاجه مهمه جدا. بكره ان شاء الله لقاء مهم جدا مع المقاولون العرب، اللي هو عنده النهارده 27 نقطه فوق الاتحاد بنقطتين. عايز اقول لكم الاتحاد بيبقى دايما عنده زي ما بيقولوا ايه، كيرفو عالي، او عنده حظ مع المقاولين في استاد عثمان احمد عثمان. فنتمنى ان شاء الله الفرقه بالشغل اللي بيعملوا معاهم زوران، بالتوفيق اللي موجود عند اللاعبين. في بعض اللاعبين عندها طموح انها تعمل نتائج كويسه. الاعارات اللي جابها من النادي الاهلي لاعبين عندهم يعني ايه فوز. مهم قوي الكلام ده. الناشئين اللي بدا يفكر النادي الاتحاد ان هو يبدا يلعب بيهم، دي حاله كويسه السنه دي. هنقول الاتحاد هيلعب مع المقاولون، هيلعب مع الاسماعيلي في اسكندريه، فنان يفوز. نروح الناحيه الثانيه نشوف الفرق. الاتحاد بيلعب المقاولون العرب النهارده، اللي هو بينافس معاه على الرابع، والمقاولون هيلاعب الاهلي المباراه القادمه. نادي الزمالك اللي متعثر حاليا وعنده 26 نقطه هيلعب مع فيوتشر مباراه، ومباراته القادمه هتكون مع فاركو في اسكندريه، اللي النهارده تعاقد فاركو مع طارق العشري، هيكون لنا كلام معاه. مهم قوي ان فرقه الاتحاد تفكر تغير اهدافها. لاعبين النهارده الاداره مش مؤثره، المدير الفني راجل خبره وعالي جدا، الدور في اقدام ورؤوس اللاعبين. الحماس مطلوب، اللاعب اللي ينزل يموت نفسه، يلعب، يقاتل. النهارده في جمهور زي الحديد بيحارب وراكم. النهارده ناس كتيره قوي قطع تذاكر عشان تروح تحضر المباراه في ملعب المقاولون العرب. اتمنى ان شاء الله لفريق الاتحاد التوفيق في هذه المباراه، بغض النظر عن ان بقى الرابع في نهايه لان القرار ده جاء نتيجه ان الحاج عامر حسين قال ان احنا بنخاطب الكاف ونشوف الناديين رايحين دوري الابطال والناديين اللي هيروحوا الكونفدراليه، وهنطبق اللي اتعمل السنه اللي فاتت، وهو مع نهايه الدور الاول. نتمنى ان الاتحاد يعمل الكلام ده. هنروح لحته حلوه قوي عجبتني في المباراه الاخيره. شفتوا البنوته الحلوه اللي ماسكه الكوفيه ولابسه تيشيرت الاتحاد، وهنشوف دلوقتي عادل ريعو، على فكره ابن ريعو هو اللي بيدرب الولاد الجمال دول. هنشوف لهم دلوقتي معانا اغنيه وهم بيغنوها لفريق نادي الاتحاد. هو تاني معاد وانا ابتدوا معاه، يلا بينا يلا نشجع الاتحاد. قول بعد ما سمعنا الاغنيه وشفنا الصوره، ده الكلام اللي انا عايز اقوله. في فيلم كان اتعمل في قناه ليفربول من كام سنه، لما كان شاكيري بيلعب في نادي ليفربول مع صلاح، وكانوا بيروحوا يعملوا حاجه كده زي الكاميرا الخفيه للطلبه في المدارس، يقعدوا ورا الستاره ويسالوا الولاد في المدارس. على فكره كل الاسئله اللي كانت بتسال الولاد اللي في ليفربول، مدارس ليفربول، انت بتشجع نادي ايه؟ كانوا كلهم بيقولوا يا اما ليفربول يا اما ايفرتون، والناديين من ليفربول، رغم ان انجلترا فيها تشيلسي ومانشستر يونايتد والمان يونايتد ونيوكاسل وتاريخ عريق للكوره، لكن هناك بيفضلوا بالوعي الانتماء. الانتماء ده بيبني عندك حاجات كتيره قوي، بيحبب ابنك في بلده، بيحبب ابنك في شغله. احنا من 2011 وعندنا مشاكل
اخلاقيه بتحصل في الطرق، وبدانا نقول ان بكابورة الارض طالعه. لا، احنا عايزين نعيد الصياغه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما نعلم ابني انتمائه لبلده، احب حاجه تانية، بس انتمائك الاهم، حبك للمكان اللي انت فيه، ده المهم. دي الحته المهمه اللي لازم نفهمها لولي الامر دلوقتي. للاسف قضيه اخرى بتمر معانا ومزعلانا قوي، لانها وصلت بقت عالميه. كلوتنبرج اللي الراجل كان مدير فني لجنه الحكام، وكان قبل كده مدير فني لجنه الحكام في السعوديه. الراجل بلغ السفاره الانجليزيه انه بيتعرض للتهديد، فالسفاره قالت له عليك بالرحيل. وفعلا باجتماع في اتحاد الكوره بالتراضي تم انهاء تعاقد الراجل ده، والنهارده اتحاد الكوره بيدور على خبير اخر. لكن القضيه مش فينا، القضيه تعالوا شوفوا الجرايد في انجلترا فطحانه. احنا بنقول يعني اتحاد الكوره مطلع بيقول له انت عايش في بلد الامن والامان. لا، هناك في اوروبا بيتكلموا حاجه تانية خالص. النهارده لما يطلع واحد في قناه ويبدا يشتم ويقول له انا هعمل فيك واسوي فيك، ده بياخدوها بصيغه الجد هناك. اذا كنا احنا بنقول عليه حنفي ان هو الكلمه بتروح يمين وشمال، لكن هناك الناس ما بيهزروش. يا اتحاد الكوره خد قراراتك الصح. النهارده لجنه الانضباط بتقدم استقالتها خوفا من انها تواجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. تعالوا شوفوا لما رئيس الاتحاد الفرنسي اللي واخدين عاملين نتائج في كاس العالم، كان بطل العالم المره دي الوصيف، لما طلع واساء الى زين الدين زيدان عملوا ايه؟ تحققوا معاه واقلوه، لانه تعرض نقولوا ايه رمز من رموز كرة القدم في فرنسا. اذا قانون الانضباط، ادي لجنة الانضباط يعني لها صلاحيات في فرنسا. هو القانون في فرنسا غير القانون في مصر؟ انا مش عارف، دي علامة استفهام كبيرة قوي. لازم اتحاد الكرة المصري يراجع لوائحه ويراجع قوانينه ويشوف حكاية لجنة الانضباط اللي قدمت استقالة. ويمكن هجيب لكم دلوقتي صورة القرار اللي اعلنه المستشار محمد رئيس لجنة الانضباط، وقال لك ان احنا بنشتغل متطوعين. مفيش حاجة اسمها تطوع. لا، انا اجيب لجنة انضباط يعني الناس اللي فيها لازم نحول الكرة الاحتراف. لازم يكون عندنا الموضوع واخد قصة الاحتراف. هنروح لكابتن طارق العشري وبنهنيه على انه تعاقد مع نادي فاركو، نادي اسكندراني جميل، ادارته سيد عزت يشار ومع مدير الكوره الكفء عاطف حنفي بيحاولوا ان هم يعملوا حاجه لفريق فاركو. طبعا مجرد ان طارق العشري اعلن انه هيترك نادي سموحه بعد مباراه بيراميدز، كان في اتصالات معاه، والحمد لله بعد ما اخذ ورقه من المهندس عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس اداره نادي سموحه بان الراجل هم اللي اقلوه، لان اللائحه دلوقتي لائحه رابطه الانديه غيرت، اللي قدم استقالته من النادي ما يكملش بقيه الموسم. وده اللي هيحصل مع كابتن ايهاب جلال اللي تقدم استقاله من نادي فاركو. طارق العشري قيمه في عالم التدريب، الراجل ده دخل طرق الدفاع اللي كنا ما حدش بيشتغل بيها، اشتغل بيها كويس. الراجل بيفكر كويس. اتمنى ان شاء الله لطارق العشري الصديق العزيز التوفيق مع الفريق المحترم جدا فريق نادي فاركو. ايضا عوده الى الماضي، وده بنقول عليه لكابتن احمد سامي، بنقول له عود حميد الى الاسكندريه ايضا، ولكن الى سموحه. احمد سامي عمل نتائج حلوه قوي مع سموحه، كانت علامه استفهام انه يسيب سموحه ويمشي يروح سيراميكا، ولما راح سيراميكا ما نفذش اللي بيتعمل. فيعني الناس قرروا ان هم ينهوا الموضوع بالتراضي وهو يعود لاسكندريه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن احمد سامي من المفترض ان كان هيبقى معاه كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى، لكن كابتن احمد ناجي معتذر لان التقشف اللي عملته في فرقه الكوره مجلس اداره نادي سموحه لقى ان اجره مش هيبقى هو الصح، فقرر ان هو يعتذر احتراما لتاريخه. ايضا من الحاجات الجميله جدا اللي عجبتني ان اداره نادي سموحه قررت انها تضم مؤمن زكريا الى الجهاز الفني.
عمل جديد لمؤمن، مرحله جديده يا مؤمن، حاجه نفسيه تفرق معاك كتير جدا. خلاص انت المرض اللي عندك يمنع انك تعود للملاعب، فاخذ الراجل بدا يشتغل في التدريب، وربنا ان شاء الله يوفقه. وكلنا معاك يا مؤمن، وكلنا حابين انك انت تبقى مدرب كويس جدا، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق يا رب. ربي يشفيك يا رب يا مؤمن يا زكريا. عموما دي كانت رسالتي النهارده. اتمنى لو كلامي عجبكم اشوف تعليقاتكم. انا طبعا هحط الكلام ده على مواقع النادي، واتمنى اني الاقي ردود من خلال الكلام اللي انا بقوله. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.